مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي ان. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. اليوم سمير الوافي في تدوينه يكشف لنا شخص من مجموعه الاشخاص اللي تحصلوا على 40 مليار بعد ما تحدث عليهم رئيس الجمهوريه قيس سعيد، وقالوا خذاو هبه من برا على اساس اصلاح الاعلام، ولكن هذه تعتبر رشوه، وهي في الاصل معنا قاعدين يتخابروا مع الدول الاجنبيه وقاعدين يعطوا فيهم في معلومات مهمه تابعه الدوله، وزاد قاعدين يلمعوا في اشخاص يخدموا للاشخاص هذوما الاجانب. اليوم سمير الوافي باش يحكي لنا شكون هو الشخص هذا بالضبط بعد ما نزل تدوينه. قبل التدوينه هذه نزل تدوينه حكى فيها بالضبط وما ذكرش الاسامي، لكن الاعلام هذا على التدوينه هذيك خرج قدام الناس الكل مع على المباشر، قال ثم ناس مسخين في قطاع الاعلام يدخلوا الحبس ويرجعوا للتلفزه. هذا بعد ما هبط سمير الوافي التدوينه الاولى حكى فيها برشا تفاصيل مهمه، وكيفاش الاعلام معناها يتقاسم وكيفاش الخور معناها في الاعلام، وقال لو كان توصل الاعلاميين هذوما معناها يعرفوهم الناس اذا ما يصير معناها زلزال كبير ياسر في قطاع الاعلام. سمير الوافي من الاول ما ذكر حتى اسم حتى شخص، معناها كتب تفاصيل مهمه، لكن ثم كما قال هو المجرى بتهمزوا مرافقه. بعد في الليل معناها في اذاعه موزايك نورمالمون هكا الشخص هذا طول معناها تهجم على سمير الوافي كما قلت لكم، قال ثم برشا ناس مسخين في قطاع الاعلام يدخلوا الحبس وبعد يخرجوا يرجعوا يخدموا على رواحهم في التلفزه، معناها الكلام ظاهر موجه لسمير الوافي. لكن سمير الوافي اليوم مسحب به القاعه باش نذكروا الاسم نتاعو حاجه اكيده. اكتب سمير الوافي على تدوينه في صفحته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المجرى بتهمزوا مرافقه ثم واحد من جماعه ال 40 مليار انطق وحده على ستاتي نتاعي اللي كتبتها اليوم وجاوب يسب فيا وحده من غير ما ذكرت اسمه. فضحت روحك يا نذل يا مرتزق، عامل فيها شجاع وشريف وولد الفاضله وتعطي في الدروس الفلوس اللي قبضتها من وكاله الاتصال هذيك اللي تعرفها هي رشوه متنكره يا غلام السفارات. بالنسبه للسجن برشا ابرياء في السجن وبرشا مجرمين في الشارع وانت واحد منهم. الرساله ذي بطبيعه كانت موجهه للهيثم المكي بعد ما تهجم على سمير الوافي. وسمير الوافي في التدوينه نتاعو الاولى بالكل ما ذكرلوش اسمه، جيس ما نحكي بتفاصيل مهمه لا اكثر لا اقل، لكن هو كما قال سمير الوافي المجرى بتاعهم زمرافق وترمي عليه قال برشا خماج ومسيخ يدخل الحبس ويخرج بعد يرجعوا يخدموا في التلفز، معناها ظاهر على سمير الوافي. وبالطبيعه التدوين اللي قريتها لكم هذه كانت موجهه للهيثم المكي. حاسين ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم. هذا واحد من جمله الاشخاص اللي كشفهم سمير الوافي اللي ماخذين جزء من 40 مليار معنا متمتعين بها وغيرها كما قال سمير الوافي. ثم برشا فلوس اجنبيه قاعد توصل لهم ويدبروا في روسهم، لكن الدوله وين الله اعلم. ان شاء الله مع قيس سعيد برشا حاجات تتبدل ويقضي على الاعلام الفاسد وغيرهم القضاة الفاسدين وغيرهم. حاسين الكلمه الاخرى عندكم انتم، ما تنسوش تعطوني رايكم على الكلام اللي قالوا سمير الوافي، وهكذا نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.